ايه المسخره وقله الحياه دي يالا؟ في ايه يا حسب الله؟ انت مين يا قد وتعرفها منين يالا؟ سيب الجدع يا حسب الله وهتطلع في ايدك. الله في ايه؟ غور يا قد من وشي، لو شفتك تاني هقطع خبرك. غور. مالك ومالي يا حسب الله؟ يعني ايه مالي؟ مالي ومالي ومالي؟ عيب قله الحياه اللي بتعمليها دي. انت متجوزه راجل برقبتك، عيب كده لما تمرمغي شرفه. وهو كان عملك ابوكاتو؟ ده لو عرف هيشرب من دمك. يشرب من دمي؟ قال يشرب من دمي. قال هو مين ده يا اخويا اللي يشرب من دمي؟ ده معاش اللي يشرب من دم مسكينه. اسره مراتك جايه تتغدى عندي النهارده، عامله فراخ ورز وطبيخ. هتيجي تتغدى ولا دمك فاير على صاحبك ومش عايز تسيب اليغمه اللي بتبرطع فيها؟ ما تعودش. جرى ايه يا حسب الله؟ ما بالراحه شويه يا اخي، ما عارفينش هناك وياك. انت بتاكل فاخر زادك؟ مطرح ما يسري يمري. كل يا اخويا، اللي يشوفه دلوقتي ما يشوفوش وهو خانق الجدع ولسانه طول كده اهو. خايف عليك واقفه تهزري مع الرجاله في الشارع، فرضنا جوزك شافك يبقى ازاي الحال؟ ما هي هتفضل تحرب لحد ما يطلقها وترجعنا للفجر تاني. هو ده كل اللي يهمكم؟ مفيش حاجه تهمكم ابدا غير الفلوس. حد يلفظ النعمه برجليه. كل يوم بتاكل زفر وبتحلي قاعده في البيت، لا شغل ولا مشغال. عايزه ايه اكتر من كده؟ يا ريت تتلم وتحط لسانك جوه حنكك وانت تبقى ضيف كل يوم والتاني انت ومراتك. والله سو عثمان ده راجل محترم وفييس ومقامه عالي. طبعا، ما انت لازم تقول كده. ما انت كل يوم والتاني عنده في البار تطفح وتشرب وتقوم سفلقه. ما كلنا دلوقتي عايشين في خيره. امال انت اتجوزتيه ليه يا معدوله؟ ما انت عارفه انا اتجوزته ليه؟ اتجوزته عشان الحوجه اللي احنا فيها، قطعه الفلوس وسنينها. ربنا يكملك بعقلك ويهدي سرك، امين. عشان ابليس. ينيلك وانت شبه خيال المآتة. انت هتفضل قاطرني كده يا منيل؟ غور يا ولد، لو من قلة بختي هعرف واحد زيك. غور يا ولد، اللي يحسبوك عليا راجل. ايه مش سامع كل ده؟ ليه؟ واقفة ورا الباب. جرى ايه يا راجل يا منيل على عينك يا مدعو؟ انت مش معاك المفتاح؟ ما انت شايفه مش مالك افتح. جبت لك الصنف اللي بتحبيه. يلا بقى حلوه قدامنا القعده على ما اغير هدومي، لاحسن ده انا واقع من الجوع. ينيلك علمني شرب المدعو ده.
وهو عثمان ما يشوفلكش معاه شغلانه في البار؟ يا ريت يا ريا، بس هشتغل معاه ايه؟ حتى لو توقف معاه. يا بس انا يعني ما فهمش في الشغلانه دي. وتتعلم منه شويه شويه، تبقى انت الكل في الكل، وربنا يقدرك وتزيح وتقف انت مكان. فكرك كده؟ طب هو سي عثمان هيوافق؟ انا هقول لامي يتكلموا، ما اقدرش ارفض لها طلب. لا، امك لا. ليه؟ هتطمع في الشغلانه لابو العيله. انت عارفه هي هتيجي من مين؟ من سكينه اختي. احب على راسك. لاجل كده مش عايزاك تضايقها. يعني عاجبك المسخره اللي هي فيها دي؟ اسمها بقى على كل لسان. واحنا مالنا؟ ما لها راجل يحكمها. احنا نسيسها، ندخلوا في زوارجها، نبقوا معاها سمنه على عسل. انت عارفه اني ما بيعجبنيش فيكي الا مخك النور ده. مخي بس؟ اتأخرت ليه يا منيل؟ لف واطلع. جوزك راجع امتى؟ يا اخويا يرجع وقت ما يرجع، يلا اطلع. مين اللي بيخبط؟ انا. افتحي. انت مين؟ ما انت عارفه. افتحي بقى قبل ما حد يشوفها. ان ما كنتش تحلف. خش يا منيل. خواجه. خواجه استوروا. خواجه. 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 في ايه يا عثمان؟ انت ليه بتصحيني؟ انا شايف يعني ان مفيش شغل السعادي والبار بينش. عاوز ايه يا عثمان؟ بقول يعني اروح اريح شويه لحسن انا تعبان واجي لك بعد ساعتين. انت تعبان صحيح ولا الست بتاعك وحشك؟ بالشرف تعبان. طيب روح يا عثمان، وانا اذا دخل زبون انا امسك شغلي بدالك. كتر خيرك يا خواجه. بس اسمع يا عثمان، مش امسك اكتر من ساعتين، فاهم يا عثمان؟ فاهم يا خواجه. ايه ده؟ احنا هنشرب خمره؟ ايه؟ ما بتحبهاش؟ لا حرام. ينيلك. واللي بتعمله ده مش حرام يا ولا؟ خد اشرب. اشرب اشرب وانبسط يا واد، واوعى تفكر في الحرمانية دلوقتي.
عثمان، هو ايه اللي جابه بدري النهارده كده؟ يا نهار مطير، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مالك يا ولا؟ مالك فاشخ حنكك كده ليه؟ ما تجمد يا ولا وتخليك راجل. يلا اجري اجري، نط من الشباك جوه، اجري اجري يا كنيله. رجاله خايبه. طيب يلا على الباب، مالك مسروق كده ليه؟ ما بتفتحيش ليه؟ يما ايه يا راجل، مالك داخل كده ليه؟ ايه ده؟ مش عوايدك يعني تشرب دلوقتي؟ هفاني مزاجي، ما انا قاعده طول النهار لوحدي في البيت مركونه زي ازازه الخل وانت سايبني. وكنت بتحكي مع مين؟ مجنونه، بضحك لروحي، بضحك مع نفسي. ماله عامل كده ليه؟ شبه نطاط الحيط. الكلب هربت، بس هتروح مني فين؟
امال الجماعه اللي هنا فين؟ مانيش عارفه، ما تروح تدور عليه، وجدتك فاكره الخط اللي بتخبطه كانت في نافوخه. يا وليه يا بنت سي عثمان، ده ايه الشقه الحلوه دي يا دي النور يا دي النور؟ بلا ضلمه بلا نور. المره سكينه فين؟ سكينه؟ وهو لا مؤاخذه سكينه ايه اللي هيجيبها عندنا؟ هي مش في بيتك؟ لا طفشت. طفشت؟ يا نهار ابوها اسود. لا تعالى احكي لي، تعالى احكي لي. يلا. روق روق يا استاذ عثمان. بالك اول ما ايدي طولها هجيبها تحب على رجلك وتبوس الايد اللي اتمدت لها باللقمه. خد. انا اللي غلطان. هو من ناحيه ان انت اللي غلطان، ايوه انت اللي غلطان. كان لازم تكسر لها ضلع من الاول. النسوان اللي دايره على حل شعرها دي لازم تاخد على دماغها. ده انا اللي لميتها من الشوارع على يدي. وصرفت عليها، ما بخلتش. ما هو صرفك عليها ده هو اللي كان غلط من اساسه. قصدك ان انا السبب في طفشانها؟ ما هي مش هتطفش كده من الباب للطاج، لازم ضربها. يا ريت، ده لو شفتها هشرب من دمها. سي عثمان راجل مجدع، ما يمدش ايده على حرمه. انا ما يهمنيش حرمه ولا غيره، مسير اجيبها الفجره. هي مش فاجرة، الفاجر اللي يسيب مراته تطفش ويجي يتبلى عليها. اقطع دراعي ان ما كنت عملت في البيت حاجه وجايه تتدارى. ايوه خدوهم بالصوت. كان نفسي امسك الواد اللي كان معاها، كنت وديتهم هما الاتنين في 60 ده. هي غلطان، تستاهل الدق على نافوخها. هي مين اللي غلطانه يا عصام الله؟ ما تقعد مع ودي تتكلم عدل يا اخي. بالذمه انت يا راجل ما قلتليش ليه لما جيت اطلبها منك انها ماشيه على كيفها؟ وبعدين في الغلط ده بقى يعني اطبق في رجلتك دلوقتي؟ محدش مالي عينك ولا ايه؟ كتكنيله في منظرك اللي طفش مديرين. ده لا حاجه ما تطفش منك. ما انتوا كلكم زي بعض، خميره واحده. لا ده انت زودتها جوي يا ابو جردان. انت بس يا ري كده وسرجان وشك. بس يا ري يا ري عيب يا ري يا ري يا ري يا ريا سيبيه لحسن يحسبوها علينا راجل. ري. هو مفيش راجل يحكمك ولا ايه؟ انا هروح التم نعمل فيه بلاغ واقول انه قتل اختي وتواها وعايز يقرطسنا. عايزين تودوني في داهيه يا وانطه؟ ده انا هبيتكم كلكم في التم. نبيتك احنا في الاسبيتال يا الاول. يا راجل. قتلها. مين قتل مين يا راجل انت؟ قتلها يا شاويش، قتلها. انا مش فاهم منك حاجه، انت شارب حاجه؟ اعمل ايه؟ من ساعة ما قتلها وانا لا قادر اشرب ولا قادر انام ولا قادر اكل ولا قادر اعمل اي حاجة. يا جدع فسر كلامك، انا مش فاهم حاجه. مين قتل مين؟ جوز اختي قتل اختي وانا جاي ابلغ عني. يعني نفتح لك محضر؟ ربنا يخليك ويبارك فيك. افتح محضر ربنا يفتحها في وشك. اسم المبلغ؟ ابو العلا همام. ابو العلا همام. ها شفت ايه يا ابو العلا؟ اقول لك ايه ولا ايه يا بيه؟ ما شفتش حاجه. امال جاي تبلغ عن ايه؟ عن جوز اختي قتلها. قتلها ازاي يعني؟ ذبحها يا بيه، ذبحها المجرم، ذبحها كيف النفر ما يذبح البهيمه. شفتها وهي مذبوحه؟ لا. شفته وهو بيقتلها؟ لا. امال شفت ايه؟ هقول لك ايه ولا ايه يا بيه؟ ما شفتش حاجه. امال عرفت منين ان جوز اختك قتلها؟ مش لاقيينها يا بيه، يبقى ذبحها. هو انا هتبلى عليه؟ يا جدع اتعدل في كلامك. انت عايز تلبس جوز اختك جنايه؟ غصب عننا يا بيه، دي مهما كان اختنا وفجاه ما لقيناهاش. تبقى طفشت. ما هو النسوان اليومين دول بتطفش من جوازها. طب انا عايز اعمل بلاغ تاني بجوز اختي. بلاغ ايه؟ بيتاجر في المخدرات. يا ترى عملتك ايه يا بنتي؟ قتلك وتواكي. يا ترى عملت ايه في الراجل يا سكين؟ في ايه يا جماعه؟ انتوا هتكدبوا الكدبه وتصدقوها ولا ايه؟ ما انتوا عارفين ان بنتكم عايزه حش رقبتها، عارفينها كويس. ما كفاياك بقى يا حسب الله. حد عارف لها اذا كانت عايشه ولا ماتت؟ وبعدين انت حاطط نجرك من نجرها ليه؟ وبتكرهها ومش طايقها ليه؟ من عمايل وش فقر طيرت من ايديها الراجل اللي كان مهنيها وما كانش مخلينا كلنا محتاجين اي حاجه. الراجل يدخل يلاقي راجل غريب في بيته مع مراته وبيشرب من الازازه اللي هو نفسه بيشرب منها عشان يعدل مزاجه. الله يخرب بيته، يعني كان لازم يرجع بدري. عملت ايه في
في التوم؟ قال لك هيلاقوها؟ هيجيبوها منين؟ هيجيبوها منين؟ دي طفشت. لما احنا عارفين انها طفش. ليه؟ ما انت بتقولوا زمان الراجل عمل فيها حاجه وتواها. اهو كلام. هريدي جابلها وهي رايحه ناحيه القطر وشايله بقجه، وسالها رايحه فين يا سكينه؟ قالت له رايحه عقد مصلحه. ها جالكوا كلامي؟ استنى بس يا راجل، انت استنى شويه حسب الله. ما قالتلوش هي رايحه فين يا ابو العلا؟ طب مش كانت عدت شهور الاول؟ اختك دي بنت حرام مصفي. وبعدين معاك يا راجل انت ريا، ما تقول لجوزك يتلم بقى. حسب الله. تعرف مين دي لاجل ما تتدرى عنده؟ انا عارف. تلاقيها طفشت مع الواد اللي جوزها ظبطها معاه في البيت. ايوه كانوا طابخينها مع بعض. ما هو اختك دي فجره وعينها باكسه. ما تبطلي دقه يا وليه. نافوخي باظ. الواحد لو ما كانش يرتاح في بيته هيرتاح فين؟ هو انا غاويه شجا؟ مش بجهز الطعميه للصبح. يا ريت بيجي بفايده. كان زماني سكت وحطيت لساني جوه حنكي، الا في الاخر بنتحصل على ملاليم. معلش اهي الملاليم دي اللي معيشانا وموكلانا. موكلانا؟ طب والشاي والدخان والمدعوق اللي بنطفحه؟ وانا اجيب لك منين بس؟ تاخدي من امك. امي؟ ما هو الحال من بعض، واللي بيطلع من الشغل بيتقسم علينا احنا الاتنين. ما تخنصري منها. قلبيه تلاقيها هي كمان بتخنصر منك وبتقلبك. بخنصر ده ايه؟ ما الشغل على عينك يا تاجر. يوه دي ما بقاش عيشه. اتفضلي يا اختي. اتفضل. شكرا يا حاج. زيادة. عافية. الله يعافيك يا حبيبتي. هاتي.
يعني عليك يا بنتي، ده بس يرضي مين؟ بطنك ملانه وقربتي تولدي وبتشتغلي، انا اقعد في البيت واموت من الجوع. وسبع البرومبا هيفضل قاعد لحد امتى وايديه في الميه البارده؟ يعني هو كان لقى شغل وما اشتغلش؟ وهو كان اتنيل دور وما لقاش؟ يعني جت عليه؟ ما الرجاله كلها قاعدين زي الولاعه على الرصيفه والقهاوي مش لاقيين شغل. انت بس اللي خايفه عليه، خليه يمص دمك زي الاكلاني. والنبي يا اما سيبيه في حاله، انا قعدته في البيت ضيقت خلقي وهو ضيق خلقي وجيت مش طايقه حد. انت برضه بتصدقي محنو؟ ده بيعمل ان هو زعلان انه ما بيشتغلش، لكن هو مبسوط مادام بيحش في جته محلوله. قفل على السيره دي، بقت مسخه. انا مفيش اخبار عن بنتك؟ هو انا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. عرفتوا مكانها؟ في طنطا، بتشتغل في المولد. مين اللي قالك؟ امبارح بالليل خبطت علينا واحده وقالت انها من طرفها وشيعت معاها فلوس. كام؟ شيعك كام؟ يعني هم 4 ريال. بالذمة 4 ريال؟ طيب ده تلاقي القشه بقت معدن. انا بتشتغل البت دي في المول. رقاصه. انا البدوي انا البدوي انا البدوي انا البدوي. انا شيخ العرب انا شيخ العرب انا البدوي. يا سيدي مرزوق يا حنان وشوق علشان البدوي. انا البدوي انا البدوي. احمد يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد ده ابويا البدوي. انا البدوي انا البدوي انا البدوي. يا بابا بابا يا سيدي عواد علشان البدوي. انا البدوي انا البدوي انا البدوي. ماما عطيات يا حلوه يا شربات. ماما يا عطيات يا حلوه يا شربات علشان البدوي. انا البدوي انا البدوي. حلوه وغاليه عليا حلوه وغاليه عليا حلوه وضيع عينيا حلوه وضيع عينيا بتحب البدوي. انا البدوي انا البدوي انا البدوي. مبروك يا حسب الله، رايه جابت لك بيت. بيت يقطع سيرتك يا شيخه، ده ايه الفال ده؟ بيت اعمل بها ايه البيت؟ الله، ومستعجل كده ليه؟ بكره تجيب لك الصبيان. ايه النحس ده يا رب؟ بقى انا اول خلفتي تبقى بيت؟ هنسميها بديع. قلت ايه؟ سموها زي ما تسموها، ده هي تاخدها هي وبنتك. ينيلك راجل، ما هو العيب منك يا خايب. تمام يا فندم. انا جاتني اشاره دلوقتي بتقول ان السلطان حسين جاي يزور كفر الزيات، والباشا المدير عايزنا نجمع اكبر عدد من الناس علشان يكونوا في استقباله. ومين هيرضى يروح يستقبله؟ دي الناس معظمهم يا فندم بيكرهوا السلطان حسين، كلهم بيحبوا الخديوي عباس ومعترضين. وحكايه نفيه دي وتعيين السلطان حسين بداله. طب وهنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا سعيد؟ انت عارف ان دي اوامر ولازم ننفذها. لازم نطلع اكبر عدد من الناس علشان يستقبلوه ويسقفوا له كمان، عشان يحس ان الناس بتحبه. يحبوه بالقوه يا فندم، ده بيزود الكراهيه للحاكم. سعيد، احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا علينا تنفيذ الاوامر وبس. هنلم الناس بالعافيه يا فندم؟ اتصرف يا سعيد، ادفع لهم فلوس. ادفع لهم فلوس؟ من جيبي؟ وانت جيبك بقى هيقضي كام واحد؟ المديريه تصرف. الله ينعل ابوهم لابو السلطان بتاعهم. قعدوا مذنبينا يجي 3 ساعات، قعدنا نسقف لغايه ما كفوفنا ورمت، وفي الاخر يدونا قرش واحد، مع انهم كانوا متقاولين معانا على 3 قروش.
تلاقي العسكر بتوعهم خدوا الباقي. انت كنت فين؟ في تشريفة السلطان الله يجحمه مطرح ما راح. ما تسكتي البت دي، مش عارفه اتكلم منها ولا عارفه ارتاح، ارميها لك في مكابورت. انت هتفش غلك في البيت، طب كنت تشملل وخد فلوسك قبل ما تسجف. هريدي سأل عليك. هريدي؟ ده عايز ايه ده راخ؟ بيقول لك كلم لك رئيس الانفار في الوابور، الراجل عايز يشوف. ليه هيخطبني؟ انت مش كنت موصي على شغل؟ شغله زي قلته. النوايا تسنة الزير. ولا نوايا ولا زير. وانت ما نزلتش الشغل النهارده ليه يا فلحه؟ انت يا راجل ما بتشوفش، ما البنت عيانه على ايدي طول النهار. لا ربنا ياخدها. الواحد يقول يا رب قرش يبعت له كرش. اللي يسمعك كده يقول انك بتحل الكيس وتدينا. فيها يا وليه؟ انت بتعايريني يا ريه؟ مش كفايه مستحملك ومستحمل نحسك وخلفتك؟ منشفه ايدك معايا؟ يعني هو بايدي من غلبي؟ ده انا صدري ناشف من قله اللبن، مش عارفه ارد على البيت. انت جاهز؟ على الاخر. المهم انت لقيت اللي هيشيل؟ مستني على نار. خلاص ميعادنا الليله.
خد دول. ايه دول؟ فلوس. انت اتعمدت؟ لا ما اتعمدش، بس دول شويه. هو انت ما بتشبعش فلوس يا ابو العيله؟ طب زودهم حبه. لا دول كويس قوي. انت كنت نطيت ولا سرقت ولا تعبت ولا عملت اي حاجه؟ انت يا دوب اتفقت ما من غير ما تمقمق لي. انت بس شطر وحضر لنا اللي بعده. ها يلا. وانا هجيب لك من ايه؟ انت مش بتشتغل يا راجل؟ انا يا دوب القروش اللي بكسبها على قد الشاي والدخان، وانا قلت لك الحكايه دي كتير قوي. ودي مش بنتك دي اللي عاوزه كسوه؟ انا ما بحبش خلفه البنات طغور. يبقى خلي امك تكسيها، ما يصر على قلبها. هي مين دي اللي صار؟ هي عارفه تاكل نفسها هي وابنها. اهو الحال من بعضه. اما نبقى الاول نلاقي الدخان والشاي وكل حاجه، نبقى نفكر في كسوه البت بلا هم. حسب الله. أنا فتشت في جيوبك ولقيت معاك نص جنيه بحال. دي فلوس بتاعت واحد صاحبي. مين صاحبك ده؟ وواحد صاحبي في الوابور، يعني انت عارفاهم كلهم. وبعدين ازاي يا مرات استجري تفتشي جيوبي؟ من حوجتي. كفرت؟ ايوه كفرتي. اياك تعملي كده تاني. يمين بالله تكوني طلقه بك. معانها اتكاست. يعني هيجرى لها البت لو مشت عريان. اهو كده تعجبيني وتعجبيني اكتر بقى لو هميتي كده في الشغل ومليتي لي جيوبي بدل ما انت عايزه تفضيها. هات يا اخويا بتضحك على ايه؟ هات هات انت تسمع ببلاش. خرب بيوتكم. هات يا خنطرة ارمي وجع في بطنك بلا قرف. هات يا اخويا قرف. ارمي بالك يا اخويا. امتى الوصال يا حلو؟ الصبر طال والعمر قليل. ما يحكمش. مش لما ترمي بعدك الاول؟ الله، امال انا لسه راميه دلوقتي ده يبقى ايه؟ ما يستاهلش يا نضري. خدي. جرى يا جدع انت ماشي ورايا ليه؟ عايز مني ايه؟ بصراحة بقى يا ست الكل انا خايف عليكي. خايف عليا؟ احطك في حنكي واحلف ما شفتك. عارف، بس انا خايف عليكي بقى من ولاد الحرام. وانت بقى ابن الحلال اللي هيحوش عني ولاد الحرام. انا ابن حلال مصفي. طب يا ابن الحلال المصفي، انا ما خافش ولا من الجن الازرق. عارف انك ما بتخافيش، بس الامر برضه ما يسلمش. خليني اوصلك من غير لف ودوران. انت عايز ايه؟ وانت مش قلتي لي امبارح ارمي بياضك؟ ما ديني رميت بياضي الليله دي. الحته ب5. طب ما انت اتفرجت عليا وانا برقص قدامك بعينيك دول اللي عايزين يتخزجوا. بصراحه بقى انا بدي القرب. انت ايه حكايتك يا جدع انت؟ حكايتي حكايه كل عاشق. كلامك حلو يا بنيل. انت بتشتغل يا ولا؟ محسوبك باش تمرجي قد الدنيا في الاسبيتاليا العمومي. طب من الاخر كده يعني بتكسب قد ايه؟ قد اللي يكفيكي واكتر. طب ايه رايك بقى؟ انا جعانه وعاوزه اتعشى. بس كده انت تؤمري. قد الجول ولا فشاك حن؟ جربيه. طب يلا بينا. الميه تكدب الغطاس. ايه؟
انا عايزك تجمد قلبك، وحسب الله ده ما تخافش عليه، ده واعر قوي جن مصور، واللي اتفقنا عليه ماشي. ماشي ماشي. ماشي. اقعد يا ابو العيله يا بارد، انت بتيجي تساعدني؟ عندك اوعى تتحرك لطخك في المليان. قول يا فكيك يا فكيك. اوعى تتحرك. انا في عرضك يا شيخ الغفا. في عرضي يا حرامي. يخرب بيتك يا ابو العيله وبيت شرطك المهببه. يا ساتر يا رب، مين اللي جاي لنا الساعات؟ يا ليلى سوخه. اقول يا فكيك منين؟ اقول لك يا فكيك منين؟ مالك؟ قول يا فكيك. مالك يا واد؟ عامل زي فرق علوز كده ليه؟ تكونش عارف مين اللي بيخبط؟ البوليس يا البوليس. البوليس؟ والبوليس هيجي لنا لسه عادي. يكونوش جايين يسألوا عليك يا واد. انت عملت حاجة يا واد؟ عملت ايه؟ ما انا نايم جارك طول الليل اهو. طب قوم افتح الباب. ليه؟ ليه يما؟ ليه؟ ليه تسلميني التمن بيدك؟ ليه يا انا مش ولدك؟ يخرب بيتك. قول افتح الباب. قال لي هيتهدم الخط. يلا يا واد. يلا افتح يا واد. مالك يا راي؟ ايه اللي جابك الساعات؟ حسب الله، حسب الله ما رجعش حد دلوقتي ياما. تلاقيه متنيل سكران ولا مسطول ومش قادر يرجع. مش عادته، ما طول عمره بينسطل وبيسكر وبيرجع برضه. ما عوايده منيله. ما هو ايه؟ انت عارف هو فين؟ ما تنطق يا واد. حسب الله اتحبس، اتقبض عليه في التم. في التم؟ يا خرابي، عمل ايه عشان يروح التم؟ عمل ايه يا واد؟ مسكوه هيسرق شوال قطن من الوابور اللي شغال فيه. يا مصيبتك السودا يا ريا. هي مصيبة واحدة؟ دولكم مصايب. كان يوم اسود يوم ما اتجوزتيه. وعرفت وسايبه جاي تتخبط هنا؟ امال كنت عايزاه يعمل ايه؟ يتحبس معاه عشان تنبسطي؟ محكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسب الله سعيد مرعي بالسجن 6 شهور مع الشغل والنفاذ. يا خراب بيتك يا ريا. سكينة سكينة
ايه اللي انت عملته ده؟ امال قلت لي اجي ليه؟ تقومي تيجي تقفي قدام الباب والحكم واقفين معايا؟ طب اديك الحاجه ازاي؟ جبتهم معاك؟ لا روح استنيني في العنبر اللي هناك ده، هصرف الروشته دي واجي لك على طول. بس ما تعوقش عليا. بسرعه والنبي يا زكي افندي، اصل الدكتور فتحي عايز الادويه دي للعيانين في عنبر الحميات. طول بالك علينا شويه يا سي احمد، اديك شايف مش ملاحقين. ربنا يقويك يا زكي افندي. اتفضل يا سيدي وامضي لي هنا. انت كمان عاوز تاخد روشتة الدكتور معاك؟ خدي دول يا سكينه، حطهم في الطرحه بتاعتك بسرعه. خلي بالك وانت ماشيه، اوعى حد يشوفك. هتخلص امتى؟ هاجيلك بعد العصر، يلا. طب اقعد بالعافيه. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. جبت لي ايه معاك؟ كل حاجة ما ناقصة الا الجبنة التركي. وما جبتهاش ليه يا ابو ذي الفقر؟ معلش اصل كنت بعافية شوية. بعافية شوية. معاك فلوس؟ معيش الا 3 صاغ دول هاكل بيهم انا والبيت. هاتي روحي كلي عند امك. انا عارف ايه اللي كان وقعني فيكي، وقع مهببه بطين. وانا كنت عملت لك ايه عشان كل ما تشوفني تسم بدني كده؟ يا ريتك يا اختي كنت عملت. طب اعملي زي اختك واهربي، اقل ما فيها كنت خلصت منك ومن خلقتك. زي الحال. الحمد لله. ايه اخبار ايه؟ الحمد لله. بياخد الدواء في مواعيده ولا ما بياخدوش؟ بياخد سعادتك يا دكتور. اخر مره خد حقنه امتى؟ حقنه؟ انا ما خدتش حقن يا دكتور. ازاي الكلام ده يا راجل يا طيب؟ ده النهارده الصبح واخد حقنه يا دكتور، واخد حقنه اول امبارح. هو بس بينسى شويه، ده بينسى كمان انه كان. ايه يا احمد كلهم بينسوا عندنا ولا ايه؟ هو حد يا دكتور قال لك انه ما خدش الدواء قبل كده؟ لا يا سي احمد، اني الحال ده ما بقاش يعجبني. انت لازم تشد حيلك شويه يا اخويا وتدبر لي فلوس. انا زهقت وتعبت، مش محتاطه من بلد لبلد، وما بقاش عليا غير رقص المواد. انت عايزه ايه؟ عايزه اتلم في ظل راجل واتستت زي بقيه النسوان، ولاني يعني ماليش نفس، تاني وسطي اتخلع من كتر الرقص. هي الفلوس اللي انا بديها لك يا بت مش مقضياكي ولا ايه؟ كل حين ومين لما تبيع لك جزازتين دواء بقرشين. خلاص انا هخبط لك خبطه كبيره ترفعنا لفوق وتريحك من شغل البهدله ده. موت يا حمار. طب ما تاخدي دول على مقاسهم كده دلوقتي، ولا اقول لك خليهم معايا احط لك عليهم قرشين وابقى اديهم لك. لا يا اخويا هاتهم دلوقتي، حد ده من عمره احيني النهارده وموتني بكره. بقول يا حبيبي مهما وصفك وصفي شوية عليك، ولبست توب الجمال خايل يا حلو عليك. يا حبيبي مهما وصفك أنا وصفي شوية عليك، ولبست توب الجمال خايل يا حلو عليك. من يوم ما شفتك وانا قلبي مال اليك، سرقت قلبي يا حرام القلوب ده كده حرام عليك. ياللي جرحت القلب الطيب صبرك لما الجرح يطيب، هرد لك الجرح قريب، ده انت بجد مالكش حبيب. ياللي جرحت القلب الطيب صبرك لما الجرح يطيب، هرد لك الجرح قريب، ده انت بجد مالكش حبيب. طيب 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 انت مالكش نصيب في الطيب.
خلصي بسرعه عشان عايزك ضروري. ليه؟ ايه اللي حصل؟ البوليس لازم نهرب الليله دي قبل ما البوليس يقبض علينا. يا لهوي، ليه؟ بوليس بقول لك. يلا هفهمك بعدين، يلا بينا. طب الم خلجاتي. مفيش وقت، يلا بينا. ايه اللي انت عملته ده مجنون؟ امال كنت عايزاني اسيبك تشبعي رقص لغايه ما البوليس يجي ياخدنا؟ ياخدنا؟ ياخدك انت لوحدك يا اخويا، ياخدنا انا ليه؟ ما هو اللي بلغ قال ان احنا الاثنين اللي سرقنا الدواء من المستشفى. وهو يعرفني منين؟ اما عجايب. ما هو شافك لما كنت بتجيلي المستشفى يا سكينه. يا لهوي، امال انا جبتك على طول ليه يا بت؟ وانا مستغني عنك؟ صدقيني انا خايف عليك اكتر من نفسي. طب وبعدين هنهرب على فين دلوقتي؟ المهم نسيب طنطا دلوقتي باي ثمن، ان محدش يعرف طريقنا. اقول لك تعال نروح اسكندريه، انا رحت هناك كم مره مفيش حد هناك بيعرف حد. اسكندريه؟ هنعمل ايه في اسكندريه يا اخويا؟ نشتغل اي حاجه يا سكينه. اسمعيني، طول ما احنا مع بعض هنعرف نتصرف. تعالي. ما تفتحيش لحد خالص طول ما انا بره يا سكينه، فاهمه؟ ايوه بقى، ما انت قلت لي الحكايه دي كتير. وقلنا ايه؟ نبطل اللغوه الصعيدي دي خالص. احنا مش عايزين حد يشك فينا يا سكينه، البوليس بيجري ورانا. خلاص يا اخويا. يا سكينه انا بخرج الف طول النهار على رجليا لغايه المغربيه، عايز امشي وانا مرتاح. يعني هو في حد هيدخل عليا وياكلني وانا قاعده اتفرج عليه؟ ماليش دعوه، انت لازم تبطليها وخلاص. اسمعي كلامي، خليني اروح وانا مرتاح. حاضر يا اخويا، من هنا وجاي هبطل اللغوه الصعيدي. مبسوط؟ ما تديني ياما شال سكينة الجديد. لا شايلهولي. بس أنا محتاجاه، وهي في طنطا وبتكسب ياما. مش هجت من طنطا وطلعت اسكندريه. مين اللي جاي؟ الرجاصه اللي كانت بتشتغل معاه، كتر خيرها. لو النبي تاخدي شفطه ولا بلاش تسهرك؟ وراحت تهب بيه في اسكندريه. طفشت مع جدع تمرجي وجوزته. يا نهار منيل. وعثمان ماله عثمان؟ ما براها وطلقها في التوم. ده انا ما اعرفش، وهي رخرة ما تعرفش. يعني هي دلوقتي فاكره انها على ذمه اتنين. حد الله بينا وبين الحرمانيه. سكينه على ذمه اللي معاها دلوقتي. ده انت اللي زي يكون عاجبك حالها. الذمه ده اسمه كلام، محدش خسرها الا انت. نهايته اديني الشال، اديني الشال، بنتك مش راجعه تاني. مالك ومال الشال يا بنت حمام؟ جعانه، هربطه على بطني من جوع. انبسطتي؟ جعانه. يعني مش قادر تلاقي لك شغلانه تانية غير الهبابه دي؟ اعمل ايه يا سكينه؟ انا بلف طول النهار، رجليا ورمت والرزق قليل. بس احسن من سؤال الناس واقول لله يا محسنين. طب واخرتها؟ هنفضل على الحال دي؟ يبقى ارجع بقى لشغل الموالد. لا يا سكينه، يعني بعد ما ربنا يرضى عليكي ويتوب عليكي ترجعي تعصيه تاني؟ ما احنا مش عارفين نعيش. خلاص انا هروح اتطوع في السلطه. سلطه؟ سلطه دي ايه؟ السلطه الانجليز. عايز تروح تتطوع عند الانجليز؟ الانجليز عندهم فرع في الجيش اسمه سلاح الصعايده. وده بيحاربوا بيه ايه؟ انا بتكلم بصفه جد مش بهزار. اصل الرجاله اللي رايحين يتطوعوا عندهم اكتريتهم صعايده، عشان كده سموه سلاح الصعايده. ودول بيعملوا بيهم ايه؟ اهم بيحفروا خنادق، يشقوا ترع، يلموا زباله، اهو اي حاجه من الحاجات دي وخلاص. وانت عارف بقى كل الحاجات دي ومش عارف هتروح فين؟ اهم بيودوا مطارح كتير، منين ما يحاربوا بيودوا ايها بلاد وخلاص. وعلى الغلب ده كله هينوبك كام؟ النفر بيتحصل له على 8 قروش، ده غير 6 لاجل اكله وشربه. ده انت كنت نزلت القمر احسن لك، كنت جبت فلوس كتير احسن من الشحططه دي. سكينه، احنا في بينا اتفاق، فلوسنا تيجي من مطرح حلال ونبعد عن الحرام خالص. هو اني قلت حاجه؟ اني بس كنت بنتساير معاك. بس الحمد لله على السلامة يا اخويا، الف حمد لله على السلامة. انت بتزغرطي على ايه؟ الف بركة انك خرجت بالسلام. ايه كنت هفضل جوه طول العمر ولا ايه؟ امال يعني فين اخوكي وامك موجود؟ ما انت عارف وراهم شغل. شغل؟ ولا اخوكي خايف يجي لا يمسكوه؟ فرح بس اول ما اتمسك حط ديله في اسنانه وطار، قال يا فكيك. لا قوليلي انت طبخالي ايه اللي انا نفسي الشائط للظفر؟ ما تحملش هم، انا هعمل لك كل اللي نفسك فيه. لسه هتعملي لي؟ انا خارج من الزفت ده واقع من طولي. واحنا مروحين هالشريره كل اللي نفسك فيه. كل اللي نفسي فيه كله
ده باين القشه معدن. مستلفه من امي. امك هتوحشيني قوي يا حبيبتي. وانت كمان. اشوف وشك بخير يا سكينه. مع السلامه يا اخويا. بقول لك ايه، اوعي الشيطان يرجع يوزك تاني وترجعي لسكه الحرام. انا سايب لك اللي يكفيكي لغايه ما ارجع باذن الله. سافر وانت مطمن. مالكيش دعوه بحد يا سكينه، خليكي في حالك، اقفلي باب اوضتك عليكي. خد بالك انت بس على نفسك وابعد عن سكه الانابل. ربنا يحميك ويحفظك من كل سوء. اهي دعوتك دي بقى يا سكينه، هي اللي هتنجيني بحق وحقيقه. معاك دخان؟ دخان؟ ما انت شايف الحال يا صاحبي. طب وبعدين؟ هنفضل قاعدين في الهم ده كتير؟ وايش بيدي اعمله؟ دبرني وانا من يدك دي ليدك دي. كمان قاعدين زي تنابلة السلطان، قاعدين نتفرج وبس. يا ابوي ما قلت لك فكر فكر وانا تحت امرك. خير موجود وكتير، بس عايز اللي يغرف منه. ازاي؟ وايه؟ بمجهود قد كده. يبقى يدي على يدك. على فين العزم يا ابو بديع؟ ما تقوليش يا ابو بديع، قطعت. ليه مش بنتك؟ لما تبقي تخلفي لي واد ابقى اندهيلي بيه. انا ابو بديع. ما علينا، نفوت لك فرق. انت رايح فين دلوقت؟ رايح فين؟ عندي شغل. ما قلتليش يعني عن الشغل ده من امتى؟ انا من امتى بديكي سر كله؟ ليه وانا مش مراتك؟ انا راجل وما احبش حرمه تسالني رايح فين وجاي منين. هتعوج؟ انا مش لسه قايل لك ما تسالينيش عن اي حاجه؟ ما انت النوبه اللي فاتت خرجت وما رجعتش، وبعد كده لقيتك في اللومان. قري يا اختي قري، حاكم الحكايه ناقصاكي. واخرتها معاك يا حسب الله. ايوه 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 ده خابط. اقفل يا مروان اقفلك. في ايه يا واد؟
يا ما جاب الغراب لامه. ايه ده يا ولد؟ ايه ده كله يا واد؟ ولا الحوجه لحد تاكلي وتشربي 24 جرام. يا حلاوه يا حلاوه، وريني كده. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا ابو العيله؟ خيرات ربنا يا اما، خيرات ربنا، تاكلي وتشبع شهر بحاله. الله، وجبت الحاجات دي كلتها منين؟ ما تسأليش. سرقتها؟ مستحرمة ما تاكليش. لا حاكل، بس يعني خايفة عليك. لا ما تخافيش، لما تدوقي طعم السردين والبلوبيف هتقولي عايزة من ده كل يوم. أنا قلت حاجة؟ أنا بس بقول فرضنا إنهم قفشوك، هيبقى زي الحال. بطل انت يا اختي نقي، وقروا هم عمرهم ما يقفشوه. اهو قرك ده اللي هيودينا في 60 داهية. كلي ما تتبطليش على نعمة ربنا. أهو حلال أكلناه، حرام أكلناه. ده مش شغل ده، كل يوم سرقة سرقة سرقة. لا، ده في واحد حرامي هنا في وابور. مفيش حرامية في المحلب، الحرامية من بره الوابور. ومش امسكت الحرامي ليه؟ انت مش امسك فلوس عشان ايه؟ مش عشان امسك حرامي؟ ما انت عارف يا خواجه، انا كنت اليومين اللي فاتوا دول بعافية شوية وكنت راجد في البيت، والغفر اللي عندك يعني نايمين على ودانهم وسايبين الحرامية يتنططوا من على سور الوابور. انت تعرف حرامية دول يا شيخ غفر؟ قصدك ايه يا خواجه؟ أني أعرف الحرامية؟ ما أنا كنت مسكتهم وشربت من دمهم. أنا مش بقول تعرفهم يعني صحابك، أنا بسأل أنت تسمع عنهم، تعرف هم مين؟ أنا بسمع زي كل الناس، بيقولوا إن الواد حسب الله اللي كان شغال هنا في الوابور ومسكناه طلع من السجن وراجع يتنطط تاني. اسمع يا شيخ غفر، أنا عاوز واد حسب الله ده يجي هنا. يجي هنا ينايل إيه يا خواجه؟ يجي ضروري يقابلني. ليه يا خواجه؟ لو أنت فكرك يعني إنه هيجي لك ويقول لك أني سرقت ولا أني أعرف الحرامية؟ الله، جرالك إيه يا خواجه؟ ده أنت مخك يوزن بالك. اسمع الكلام شيخ غفر، روح هات واد حسب الله ده هنا. ان كنت لئيم انا الامن. بقى انت مش عارف الخواجه بتاعك عاوزني في ايه؟ انا عبد المأمور، هو شيعنا جيبك وما رجعش من غيرك. طب انا مش متقطع من هنا الا لما تقول لي الخواجه بتاعك عاوزني في ايه؟ وكتاب الله المجيد يا شيخ، اني ما اعرف حاجه، ولو كان يخلصك انك تقطع عيشي ما تجيش معايا. ده انا يخلصني ويخلصني، انا يخلص اقطع خبرك من الدنيا كلها. هو انت اللي عملته شويه؟ دول 6 اشهر. ايه؟ لو كنت عاوزني اشوفك بتسرق واغطرش عليك. هي دي اصول المجدعه؟ تحبسني يا ترس؟ هي دي المجدعه في نظرك؟ ليه؟ هو الوابور ده والقطن اللي فيه ملوش صاحب؟ طب اديك طلعت من الحبس وعمال بتتنطط من تاني وبتسرق وانا جافل حنكي. انت جاي لحد تتبلى عليا يا غفير النقر انت؟ عليا النعمه، انت راجل ناقص وضلالي، غور من وشي. انا مش هتعتع من هنا الا ما تحلف لي على الحرمانيه انك تروح للخواجه بكره، والا هفرغ الباروده دي في نافوخه. من غير ما احلف على حرمانيه ولا دياوله. خلاص هروح له بكره، غرجتك داهيه في وشك. اهلا وسهلا، ازيك يا حسبالة؟ ما ترد على الخواجه. الله، مالك كده واقف متربس زي اللي واكل سد الحانه؟ سيبنا وحدنا شويه يا شيخ غفر. كده يعني انا ماليش صالح. طب يا خواجه، ربنا يهني سعيد بسعيده. اقعد يا حسبالة اقعد. تحب تشرب ايه؟ اقعد ايه يا خواجه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ ما تجيب من الاخر. وليه شيخ الغفار بتاعك كان عايز يطخني بالنار؟ انا عايزك هنا في موضوع. موضوع ايه؟ عايز ترجعني الشغل هنا ولا ايه؟ برافو، هو ده مظبوط. مظبوط ازاي؟ مين بقى اللي قالك ان انا عايز ارجع لموضوع الشياله ده تاني؟ ومين قالك هتشتغل شغلانه شياله؟ امال هشتغل ايه؟ انا ما اعرفش غيرها. انت النهارده سميتك زي الطبل، انت النهارده حرامي بريمو. مفيش حد هنا في البلد يعرف يسرق زيك. ايه الكلام اللي يؤدي في داهيه ده يا خواجه؟ حد الله ما بيني وبين الحرام، انا خلاص تبت. برافو، عشان كده انا عاوزك انا امسك شغلانه غفير، وتمسك اي حرام يجي هنا حوالين وابور. غفير ده ايه؟ ما انت عندك غفره وعندك شيخ غفر كمان. كله مش نافع، انا عايزك انت هنا وحدك بس. على رايك يا خواجه، ما هو المركب اللي فيها ريسين بتغرق. اني كنت ماسك الجنينه بتاع الخواجه استورو كلها لوحدي. استبروا بتاع غيط العنب؟
هو انت تعرفه يا خواجه؟ ده قريب المدام بتاعي. كانت امسك كام منه؟ انا كنت باخد 2 جنيه ونص، ده غير بقى ايه اكلي ونومي وشربي، ما هوني كنت بنام عنده في الجنينه. انت امسك مني 3 جنيه بس. كل حته قطن تنس انا هخصمه من مهيتك. استبينا؟ 3 جنيه بس ده مش شويه يعني يا خواجه؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض، حاميها حرامية. في يا ولية على ايه ده كله؟ ده انا كنت بكسب قد دول مرتين. خلاص بقى يا أخوي، توب عن الشغل الخطر ده وصون أكل عيشك مع الخواجة وما تمدش ايدك على حاجة مش بتاعتك. ايه؟ وانا من امتى يا ولية بمد ايدي على حاجه مش بتاعتي؟ أنا خايفة عليك، الشيطان شاطر ويا ملاعب في دماغ ناس. انا ما حدش يلعب في دماغي، لا الشيطان ولا الجن لازم. انا اعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايزه. ألف بركة. أنا دلوقتي أقعد في البيت وارتاح أنا والبت الغلبانة دي متدورة واللفة في الشوارع. لا، انا ما احبش المرة اللي تقعد في البيت زي التمة، احب المرة اللي تاكل لقمتها بعرق جبن. وبعدين ما انت عارف انا مصاريفي كتير، ده انا يا دوب الشاي والسجاير والمزاج واللازم منه هياكلوا المهية بحالها. ونعمل ايه دلوك؟ انت مشيتنا وراك في النفر ما يسحب الجاموسه وسبتني متشعلق، لا طولت سما ولا طولت ارض. ليه؟ ما انت شغال اهو كسيب وعازمني على مشروب، ولا رجعت في كلامك؟ لا مش هرجع، ده نقطع من قوت يومي واعزمك. بس اللي انت بتقول عليه شغل ده ما يوكلش العيش الحاف، وانت طبعا ما يرضيكش. لا يرضيني، ما انت كمان بتاخد نايب من اللي تبعته سكينه لامك، زمان امك على قلبها قد كده. سكينه عايزه اللي يساعدها، من يوم ما هجت على اسكندريه وهي مجرط على يدها. جوزها فاتها وسافر يشتغل مع الانجليز في الحرب. في الحرب؟ هو في الحرب شغل؟ ايوه، هياخدوا الانفار يشغلوهم كيف الانفار في جامعه دوده، يعني هيشتغلوا في الفاعل. وماله، اي شغل مع الانجليز ان شاء الله في توكر يبقى فلوسه قد كده، زي زمان وحاطط على قلبه فلوس ياما. يا ابوي قلبه ايه دي شغلانه تقصف العمر، دي سكه اللي يروح ما يرجعش. المهم انت بتحرب على ايه يا ابو العيله من الصبح؟ ما انا كمان مرميش روحي في النار عشان واحد خسيس اول ما يشوفني في زنقه يجري ويقول يا فكيك. يعني مش هتفوت حاجه من الوبور؟ لا مش هفوت حاجه من الوبور. شوال واحد، الشوال قطن واحد بس زي زمان ونقول يا فكيك. ابو العيله انت جاي تحرب على قطع عيشي وخلاص يا بارد، يعني ابقاني الغفير الخصوصي بتاع المحلج او مسرقه، يعني حاميها حراميه. بذمة النبي ده يرضي حد؟ يبقى جوزك شغال في الغفارة اديله ياما وبيقبض على قلبه شيء وشويات، وسايبك انت وبنتك تتمرمطوا كده في الشوارع. وكل ده عشان ايه؟ عشان في الاخر تكسبي لك نص فرنك ولا 5 ابيض. طب وانا اعمل ايه؟ اموت انا والبت من الجوع؟ يا مصيبتي، لا هو ما بياكلكيش كمان. امال يا بنت بيودي فلوسه فين؟ هو بيصرف على جيافته والدخان والشاي. يعني ده راجل تتعلقي في حباله؟ قدر ومكتوب. لا يا اختي، انت اللي واجعه فيه ودايبه فيه وما تقدريش تقولي له تلت التلاته كام، بلا هم. خدي يا بت، خدي يا بت، خدي الريالين دول. بنتك شيعت لك فلوس يعني؟ منين يا حسره؟ هي يعني كانت تحتكم على اللي بعديه؟ ما هي وجعتها زي وجعتك بالظبط. أنا عارفة البت دي كان جرالها إيه هي كمان. ما هي اللي رفست النعمة ومشت المشي البطال. قدر ومكتوب. يعني هي اللي قدر ومكتوب وأنا اللي رفصني الباب. انتوا الاتنين حالكم يغم. ايه؟ مالكم متكومين كده ليه؟
قبضوا على الخواجه. قبضوا عليه ليه؟ وحرامي ولا بيتاجر في الممنوعات؟ الانجليز قبضوا على كل الالمان اللي موجودين في البلد عشان خاطر الحرب اللي بيناتهم. يوقف الحال ده بس يا ربي. الله يخرب بيت دول على دول. بس ده يبقى خراب مستعجل يا حسب الله. لا بس مش معقول هيسيبوا الوابور عطلان كده. هما مين دول؟ اللي هيحكم البلد الانجليز. وهم تفرق معاهم ايه ان كان الوابور يشتغل ولا حتى يولع بجاز؟ طب والخلق اللي كانوا هيشتغلوا فيه هيروحوا فين؟ هم تفرق معاهم ايه الخلق اللي بيشتغلوا يروحوا ولا ما يروحوش ولا يروحوا في 60 داهيه؟ مش هم اللي بيحكموا البلد؟ ايه وتحسك لا نروح انا وانت في داهيه. ده ايام سودا ومش باين لها نهار. روق مش يمكن يرجعوا يفتحوا الوابور تاني ويرجع يشتغل؟ وبعدها لك ابو العلا، انت هات حمار ما بتفهمش. بقول لك شمعوه بالشمع الاحمر يا بجم. انا حتى البندقيه اللي معايا اللي قلت يطلع لنا وانا وراها لقمه عيش طلبوها في التمن ورحت سلمتها لهم. يعني مفيش صرفه؟ مش انت ابو المفهوميه؟ قول لنا هنعمل ايه؟ ايوه انا ابو المفهوميه. ايوه هقول لك نعمل ايه. نرجع للشغل القديم تاني. الوزير اللي هتاخدها دلوقتي يا ابوي. ماشي يلا يا ريس، يلا يا ريس. يا دي الليله. الحاجة ولا كأني في حاجة أعمل زي ما بعمل. بكيا عندك انت وهو. مساء الخير يا شاويش. انتوا بتعملوا ايه الساعات؟ يعني هنكون بنعمل ايه؟ بنجري على اكل عيشنا. بكيا بس انكتم انت وهو. هو مين ده اللي يهفف حاله عشان يصحابكم في نصاص الليالي ويبيع لكم ربيوكا اللي حداه؟ اصل انت مش عارف يا شاويش، اللي احنا بنشتري منه الحاجات دي ناس بيتكسف ويبيعوا الحاجات دي بالنهار. وانتوا جايين بقى للناس اللي بتتكسف دي ولا ايه؟ ما هو احنا شغلنا عليهم يا شاويشنا. وهي الحاجات دي بقى بتاعت الناس اللي بتتكسف تبيع لكم بالنهار؟ ايوه صح. هم فين الناس دول؟ انا عايز اشوفهم. ما هم تلاقيهم يا شاويش ناموا بقى دلوقتي. ناموا ولا سرقتوهم يا حراميه يا لصوص؟ اجري على اجري يا فكير. اجري يلا اجري يلا. قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ده ايه ده؟ فين جوزك يا وليه انت؟ حسب الله؟ ايوه حسب الله. لو انت متجوزه حد تاني غيره؟ معرفش.
تعرفيش؟ هو ايه اللي ما تعرفيش؟ هو ما رجعش هنا الليله دي؟ من ساعة ما خرج ما رجعش. هو عمل ايه؟ انت ما تعرفيش ان هو حرامي؟ لا والله ما اعرف. حسب الله حرامي سرق ايه؟ فتشوا الاوضه، شوفوا لي الممنوعات والحاجات اللي فيها المسروقات. اكتم يا بنت. يعني مش هتنطقي تقولي لي جوزك فين؟ قول لي انت فين.